ما حشناش بحريه سلبيه. لكن سامحني سي حاتم، هوني كيفاش نجيوها في الاقتصاد؟ لا لحظه واحده، ما فما جمل ما لازمش تعدى كيكه فيسع فيسع، باش نحاول نفهم. نحللها. خاطر تقول لي الدوله توفر فرص العمل وكذا، يعني هذا فيه اشاره غير مباشره الى مركزيه الدوله دائما، وهذا يتناقض مع الفكر الليبرالي. لا تو فسر لك سي مجدي. تفضل سي مجدي. هي اولا الدوله كحنا نقولوا الدوله هي دوله مبنيه على انه اساس، على اساس انتخابي، في انتخابي شعبي، يعني السفراج يونيفرسال. في هيكل الدوله قرب شويه الميكرو ليك باش نسمعوك مليح. ايوه. في هيكل الدوله ديجا هي مش مركزيه، لانه كل جهه باش تكون عندها تمثيل حق من السلطه التنفيذيه اللي تبدا معين مثلا من القمه متاعها او من المجلس جهوي منتخب. وكل يعطيك صح السلطه التشريعيه، وكل جهه عندها أحقية تصرف. شنو السلطة التشريعية؟ ما هي السلطة التشريعية للمجلس الجهوي. لا هون يحكي لك على الانتخابات. باش نبدا ولا لا؟ ما نيش نفهم فيكم مليح بصراحة. بالنسبة بالنسبة للتمثيل في السلطة التنفيذية، علاش نحن نرجعوا نقولوا اللي الأساس هو الشعب، وديما تبقى كلمة السيادة للشعب، ونحن حطيناها لخصناها في جملة واحدة اللي هو انا ساعات ولا نحكيو في المسألة الاقتصادية. المسألة الاقتصادية انه تفضل به نرجع نحن للمسألة الاقتصادية. اي اذا بالنسبة للمسألة الاقتصادية نرجع الواضحة اللي هي انه توفير الحق في اجر مناسب. اذا كان تحب انت تطور الحياة الاقتصادية كلها، هوني يلزمك تعطي الأجير حقه باش ينجم هو يشارك في الحياة الاقتصادية. على خاطر إذا كان أنت باش تخلي في حدود السميك ما يعبر عنه بالأجر الأدنى المضمون، باش ياكل ويرقد ويرجع يخدم، وماهوش باش يطور لك الحركة الاقتصادية. يلزم قد ما ترفع القدرة الشرائية قد ما. أنا سؤالي راهو على المنوال التنموي اختياركم. تفضل. العمل اللي انتم وقفتوا في النقاش انه الدوله هي المفروض عليها في التوفير في انتم قلتوا مش احنا قلنا انه معناتها الدوله توفير فرص العمل، والدوله هي هيكلها سواء في العمل مع مع ليزانديفيدو بريفي معناتها راس من الخواص، والا الوظيفه العموميه وما شابه الى ذلك. الدوله مطالبه انه كل اختصاص موجود انها تدعمه، سواء بالديزافونتاج فيسكو معناتها يعني قوانين جبائيه يعني مشجعه في الجهات وفي الاماكن اللي هي نائيه باش توفر فرص العمل، ما غير تشجيع للراسماليين. ما تلقاش انت توفير فرص عمل ولا الاستثمار اللي باش يتم في الجهات. وبالنسبه للوظيفه العموميه وشبه العموميه، ان الدوله هي بطبيعتها هي اللي تمسك في يدها الموضوع نتاع شبه العموميه. هو علاش احنا وقفنا في موضوع العمل والبطاله في تونس؟ السبب نتاعها هي النظام السابق وقف الريكروتمون على الاقل عنده 10 سنين، ومن بعد عوضوا بالمناوله، ومن بعد المناوله ولات فيها معناتها فرص الناس غير ناس، وخلى الوظيفه العموميه في جميع الاتجاهات انها العمل معناتها. تو انت كي تجي تشوف شركات الشبه وطنيه تلقى ناس خرجوا للريتريت على الاقل ما يساوي 25 و 30% من الموظفين، في المقابل ما صارش تعويضهم معناتها بالريكروتمون اوفيسيال. هذا الكل ضغطت عليه الدوله. احنا راهو مش نحكي على قضايا جزئيه، قضايا تشغيل، نسال على موقف الحزب بشكل عام. رؤيته الاقتصاديه ما قلنا من واجب الدوله توفير فرص العمل. نعم. تفضل سي فخر الغضبان بن سالم عن حزب الكرامه من اجل العداله والتنميه. الاخوان وقفوا على العمل، قلت لنا معناها التوجه الاقتصادي. العمل فين نصنفوه؟ اجتماعي اقتصادي. هو في الحقيقه الامر بارفوا ما نجموش نفصلوا ما بين ما هو اجتماعي وما هو اقتصادي. نعم. فاللي واضح معناه. بالنسبه للعمل، البطاله بطبيعه الحال هي معناها من الآفة اجتماعيه عندها تاثيرات على الاقتصاد. احنا حزبنا يكافح معناها
من أجل القضاء على الآفة هذه بقى التوجه الاقتصادي. نظن سؤالك أنت الآن تمشي باتجاه أن باش ناخذوا معناها سياسة انفتاح اقتصادي، ممكن هذا اللي تحب. ما أنتم بتقولوا لي شنو أفكار هذا ممكن اقتصادية الأخوين بقاو وقفوا على العمل وما العمل، معناها انفتاح اقتصادي تحب. هي تفضل. احنا بالنسبه لحزبنا حزب الكرامه معناها تبنوا انفتاح على الاقتصاد العالمي بطبيعه الحال، تقويه ميكرو انفتاح على الاقتصاد العالمي، نعم، تقويه الاقتصاد الوطني معناها وتقويه قدرته على المنافسه، بعديد الاليات، البحث في خصوصيات معناها الجهات البلاد التونسيه، كل جهه شنو المشروع اللي تنجم يتماشى معاها بطبيعه الحال عبر دراسه علميه. بالتالي باش يكون المشروع نظن له معناها نجاحه واضحه الفكره. هي تفضل واصل. كذلك محاوله توزيع عادل لثمرات النمو وتحويله الى تنميه حقيقيه، الى بنيه تحتيه في مختلف تونس العزيز. نعم. تفضل سي محمد صالح الحدري عن حزب العدل والتنميه. الحدري ايوه الحدري ايوه مش نسبه الحيدره. لا الحدري. بسم الله. نظرتنا نحن في الاقتصاد هي ليبراليه لكن محدوده بالعدل. اعني بذلك ان نشجع المبادره الحره والخاصه، ونشجع انسحاب الدوله من الانتاج الاقتصادي. الدولة تكون عندها دور رقيب ومشجع وموجه، بارك الله فيك، وتنظر نظرة شاملة للاقتصاد وتشجع الخواص للاستثمار. وفي الصادرة الاستثمار نحب نشجع الاستثمار التونسي، ونجموا إن شاء الله بالدراسات العلمية وب ما يلي سأقوله نوصلوا نطوروا الانتاج نتاعنا ونطوروا الثروة نتاعنا بالاستثمار الداخلي، لأنه الاقتصاد مبنيا أولا وأساسا على الثقة. إذا كان السياسة سليمة، السياسة يعني السلط اللي كنا نحكي فيهم قبيلة، تكون نظام سليم يضمن الحريات، يضمن حقوق الإنسان، يضمن حقوق الناس الكل، الفئات الكلها والجهات الكلها، الاستثمار يتشجع. برشا ناس في عهد القديم السنوات الفارطة خباوا فلوسهم، ما عادش حبوا يستثمروا، خاطر فما شكون يجي يفك لهم. صحيح. حينئذ وهذا معروف في العالم أجمع في النظريات الاقتصادية العلمية أنه أساس الاقتصاد هو الثقة. ثاني نقطة هي التنافس، نشجع التنافس في كل المجالات وعلى كل المستويات، والدولة كدور رقيب هي اللي تضمن هذايا، والتنافس السليم والديمقراطي وما يتفوق حد على حد. التنافس باش بالاستثمار وبالتطور العلمي، البحث العلمي هو اللي يضمن تطور الاقتصاد. اذا لا مازال لا مازال الموقف الاساسي. اذا فكركم الاقتصادي هو فكر ليبرالي يخضع لمراقبه الدوله، هذه كان وللعدل. عادل سنه مازلت ما كملتش. لا باش تكمل تفضل. وفي اول اهتمامنا في التنميه الاقتصاديه هو الفلاحه، لانه برشا ناس قالوا لي هاو بن صالح عمل وعمل معناتها المعامل الكبرى ودر شنو. قلت لهم بن صالح عمل صحيح، اما الفلاحه اعطاها حاشاكم ستاكر. قلت لهم بن صالح عمل لنا السيمان والحديد باش نوكلوا شعبنا سيمان وحديد. انا نتفكر كنت صغير عمري 10 سنين نركب في الكاميونات يخرجوا من الهنشير الوالد الله يرحمه طول للبرد نسقوا في القمح. وقت اللي دخلت التعاضديه ولينا نجيبوا في الماكله نتاعنا من الخارج، وهذا قطاع استراتيجي ومعروف في النظريات العلمية الاقتصادية أنه بلاد باش تتقدم تتطور في الاقتصاد أول شيء تضمن ماكلتها، تضمن الفلاحة نتاعها. وشوف فرنسا اللي متقدمة باش بفلاحتها، عديد البلدان، أمريكا، روسيا تتصدر. تو كيف روسيا للقمح عملناه للصابة ما جاتش، كيفاش القمح زاد. ولينا نحن في خطر إذا كان ما نضمنوش ماكلتنا، يوليوا يحكموا فينا. والفلاحة بيدها تدخل فيها الصناعة،
وتدخل فيها العلوم الحديثة والبحث العلمي، هذا الكل موجود. السياحة شنو رايكم فيها؟ والله السياحة ما يلزمش نعتمد، مش نلغيوها، ما نعتمدوهاش كأساس. نحن الأساس تاعنا هي الفلاحة مش السياحة، أما ما نلغيوش السياحة. والسياحة السليمة مش السياحة الفاسقة، والسياحة المتطورة مش السياحة، والسياحة اللي ذات درجة علوة معناتها مش يجيب 100 أورو يجي يعدي جمعة كاملة، وقت التونسي ما نجمش هذايا. نحن نتوجهوا للناس اللي عندهم أكثر قدرة شرائية ونهتم يكون مدخول خير وأنظف. نعم. وأقل مشاكل. صحيح. مازال وقلنا أنه الاقتصاد نتاعنا مبني على الليبرالية مقيدة بالعدل، العدل بين من ومن، بين أولا الجهات. عندنا عديد من الجهات داخل الجمهورية هم مشت نصف قرن، هذيك سياستنا في الحزب نتاعنا نوجهوا لها معناتها نهتموا بها، هي اهتمام أولي باش نعوضوا لها ما فات ونوصلوها مستوى الولايات اللي على الشاطئ. النقطة الثانية، المجال الثاني هو بين فئات المجتمع. نحن ضد الثراء الفاحش. وقت اللي تعلم أنه واحد تونسي يملك طائرة ويهز فيها وزيرة خارجية أجنبية، ونحن في برج العامري 27 كيلومتر على تونس، نأكد لك كان تجي معايا نهزك ناس ما يلقاوش باش يتعشاو في الليل. هذايا عندنا نحن ظلم، يلزم نقلصوا في الفوارق بين فئات المجتمع، مش نمحيوها، ما نجموش نمحيوها، ربي خلقنا هك، أما نقلصوا منها ونرفعوا خاصة من مستوى الطبقة الكادحة اللي عايشة تحت الصفر. ثم العدل زاد بين الرجل والمرأة ولا المرأة والرجل، لأن المرأة عندنا نحن هي أساس المجتمع، هي ركيزة العائلة، والعائلة هي أساس المجتمع، لازم نرفعوا لها من مستواها ثقافيا